هاعمل معاكم النهارده وصفة من الوصفات الحلوة أوي. هنعمل كب كيك بالشوكولاتة، هنحشيه من جوه بصوص شوكولاتة، وهنحط له على الوش كمان كريمة طعمها بيبقى لذيذ جدا. هنعمله بقى بطريقة بسيطة من غير عجان ولا خلاط، بيطلع هش وناعم وطعمه بيبقى رائع. يلا بينا نعمله على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. أول حاجة هنعملها هنخلط المواد الجافة على بعضها. معايا كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات. هحط عليه معلقة كبيرة بس مش مليانة قوي من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. لو مش متوفرة ممكن نستغنى عنها ونحط معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر. هنقلبهم مع بعض كويس ونسيبهم على جنب شوية ونجهز بقية المكونات. هنحتاج لكوباية إلا ربع من الحليب، وهنحط عليها نص كوباية من الزبدة، وهنزود عليها كمان معلقة كبيرة مليانة. ممكن نستعمل كمية كلها زيت لو مش حابين تستعملوا زبدة بس، أو نص زيت ونص زبدة زي ما تحبوا. وهنحط عليهم 3 معالق كبار مليانين من الكاكاو الخام الغير محلى. هنرفعهم على نار هادية، الحليب يسخن براحته والزبدة تسيح على بال ما نخلط باقي المكونات. هنحتاج لبيضتين بحرارة الغرفة. هنحط عليهم كوباية من السكر بس هنقص منها معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. هنخلطهم مع بعض كويس قوي بالمضرب السلك العادي لحد ما نلاقي لون البيض بقى فاتح. مش شرط يكون السكر داب، هو كده كده هيدوب من سخونية الحليب. المهم لون البيض بس يبقى فاتح. واول ما لقيت الحليب سخن والزبدة ساحت طفيت عليهم على طول، وقلبته الاول كويس قوي عشان اتاكد ان الكاكاو كله داب. وبعدين خدت الخليط وهحطه بقى على البيض والسكر، هنضيفه واحنا بنقلب، وهنخلط لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعضها كويس قوي. وبعد كده هنحط عليهم الدقيق، هنحطه شوية بشوية، ما نحطوش مرة واحدة عشان ما يعملش معانا كتل. وبرده مش عايزين نقلب كتير عشان الكيك ما يطلعش ناشف. يعني أول ما الدقيق يختفي نوقف خلط على طول. وده قوام الكيك في الآخر. لو لقيتوه تقيل قوي زودوا معلقة أو معلقتين من الحليب الدافي، ولو خفيف ممكن نزود معلقة من الدقيق لحد ما يبقى معاكم بالقوام ده. وهنكون مجهزين صينية الكب كيك من قبل ما نبتدي، وحاطين فيها ورق الكب كيك. هنوزع الخليط فيها بالتساوي. ممكن نستعمل معلقة الآيس كريم أو أي معيار عندكم. ما نملاش القوالب قوي، يا دوب تلتينها بس. الكمية دي هتعمل معانا من 16 ل 18 واحدة كب كيك. بعد كده هناخده وندخله فرن ساخن على درجة حرارة 170. هنحطه في الرف الأوسط، هياخد معانا من 20 ل 25 دقيقة، ونتأكد إنه استوى بعود خشب. لو طلع مفيهوش عجين يبقى كده خلاص استوى، لكن لو لقينا فيه عجين نسيبه كمان 5 دقايق. هنطلعها ونسيبها تبرد تماما قبل ما نحط عليها أي حاجة. وفي الوقت ده كده هنجهز الكريم شانتيه اللي هنحطه على الوش. استعملت كريم شانتيه الأكياس العادية، حطيت كيسين كل كيس منهم 45 جرام، وحطيت عليهم لبن ساقع جدا الكمية زي ما مكتوب على العلبة بالظبط. وبعدين حطيت عليهم الكاكاو الغير محلى، حطيت في الأول معلقتين. وبعدين هنبتدي نستعمل المضرب الكهربائي ونخلط ونشوف اللون اللي احنا عايزينه. انا لقيت اللون فاتح فزودت كاكاو تاني. لو كان اللون ده مناسب بالنسبه لكم او انتوا عايزينه كده ما تزودوش كاكاو. وناخد بالنا ان احنا لو زودنا كاكاو كتير هنحتاج نزود سكر بودره عشان نظبط الطعم. وهنخلط لحد ما توصل للقوام ده، تبقى كريميه ومتماسكه بالشكل ده كده. الكب كيك كده هيكون بري تماما. عايزين بقى نشيل جزء من القلب. هنجيب اي قمع عندنا من اللي بنزين بيهم ونشيل بيه القلب ده، او ممكن نستعمل اللي بنشيل بيها قلب التفاح. اي حاجه موجوده عندنا نعرف نعمل بيها الجزء ده، نفتح بيها الجزء ده كده نستعملها. بس نخلي بالنا ان احنا ما نوصلش للاخر والجزء اللي هنشيله ده ما ناكلوش طبعا، ده لسه هنستعمله بعدين. وبظهر معلقه او بايدينا حتى نوسع المكان ده من جوه عشان ياخد كميه كويسه من صوص الشوكولاته. الصوص اللي هنستعمله بقى ده زي ما انتوا عايزين. ممكن نستعمل اي صوص شوكولاته موجود عندنا، او نعمل صوص شوكولاته سريع بالكاكاو. اللي حابب هكتب لكم مكوناته في صندوق الوصف. وبعدين ناخد الجزء اللي شلناه ونحطه على الوش. مش شرط ناخد الجزء كله اللي احنا شلناه، ممكن ناخد بس الجزء اللي من فوق، ونضغط عليها بالراحه هي هتمسك على طول. وفي الاخر خالص هنزين الوش بالكريم شانتيه. استعملت القمع اللي بالشكل ده بيديني شكل حلو قوي في التزيين. وحطيت الكريم شانتيه في كيس الحلواني وزينت بيها الوش. اعملوا بقى بيها وردات صغيرة أو شكلوها بالطريقة اللي تعجبكم. وممكن كمان لو مش عايزين تعملوا كريمة الشوكولاتة دي خالص تستغنوا عنها، وتحطوا بس على الوش شوية من صوص الشوكولاتة، بيدي شكل وطعم حلو قوي. وزينوا الوش في الآخر بأي حاجة متوفرة عندكم، أو ممكن كمان تسيبوها سادة خالص. هي في كل أحوالها بيبقى طعمها تحفة. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها إيه، وبألف هنا على قلوبكم مقدمة، وأشوفكم على خير.